لذة وطراوة اللي غتحير كل من ذاقها. من احسن الكيكات الجزر اللي غتجربي معلكه ومن السما، والاهم مكونات كلها عندك في البيت. حقا هذه ملكه الكيكات بكريمه خفيفه ومنعشه. لهذا سيداتي تبعي معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من لايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج، علاش لا، باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا و100 الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى. ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بركه الله ونقولوا بسم الله. واول مرحله او اول حاجه كنبداو بها وهي نحضروا الكريمه ديالنا. عندي هنايا كاس ونصف من عبار كاس ديال عنبه من الحليب، اي تقريبا 250 سنتيلتر ديال الحليب. كنحتاج كذلك 2 معالق يكونوا ممسوحين ماشي بومبي من بودره الكاستر اي كريم باتيسير. كذلك عندي هنايا السكر كيبقى على حسب الذوق. درت هنايا انا ملعقه ونصف من السكر. كنحرك الكل جيدا وكنوضعوا على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كنحصل على كريمه ديال الكاستر او كريم الباتيسير. ثم كنفرغها في واحد الاناء اخر باش كتبرد لينا، يعني خصنا تبرد لينا تماما. كنفرغها هنايا في واحد البول اللي غادي نغطيها بواحد الكيس بلاستيكي اللي يكون ملامس ليها تماما باش ما دير ليناش ملي تكون تبرد، ما دير ليناش واحد القشره. غادي نغطيها ونوضعها في الثلاجه. كنتو مزروبين وضعوها في المجمد. هي الاساس ديالها ماشي خصنا تجمد يعني تولي قاصحه، الاساس ديالها كتعقد وفي نفس الوقت تكون بارده مزيان. لهذا كنسبق هذه المرحله هذه على تحضير الكيك ديالنا. غادي نوضعها في الثلاجه ونخليها المده الكافيه حتى نكمل الكيك ديالي. هنا غادي نحضروا هنايا الكيك ديالنا ديال الجزر اللي كيجي فيه واحد الخفه وواحد المذاق رائع جدا. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحتاج هنايا 3 ديال الحبات من البيض، من الاحسن يكونوا الحجم الكبير بدرجه حراره المطبخ اكيد. وكذلك عندي هنايا كاس من السكر الخشن اي كاس من عبار كاس ديال العنبه كيوزن تقريبا 120 غرام ديال السكر حتى ل 150 غرام ديال السكر. نتوما ما تفوتوش ما بين 120 حتى ل 150 غرام من السكر. كنطلع الكل جيدا بالطراب الكهربائي من الاحسن حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. لا توفر عندكم الطراب الكهربائي كان احسن. كنطلع داك البيض والسكر مزيان ثم كنبقى نضيف هنايا كاس الا ربع، يعني كاس قل ربع من الزيت النباتيه. كنبقى نضيفه بالتدريج وانا كنخلط بالطراب الكهربائي. في هذه الاثناء هذه صافي كنستغنى على الطراب الكهربائي، يعني كنطلعوا به غير البيض والسكر فقط. عندي هنايا هذا الكيك ديالنا او هاد الطرطه ديالنا ديال الجزر كنديروا فيها عاده الكركاع. انا هنايا ما توفرش عندي الكركاع، درت اللوز تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار مطحونين ديال اللوز اللي حمرتهم من قبل وغير هروشتهم ماشي طحنتهم. كندير هنايا معالقه صغيره مملوءه جيدا من القرفه، ضروري من القرفه في هذه الحلوه ديالنا او هذا الكيك ديالنا. عندي هنايا 2 كيسان مملوئين جيدا من الجزر اللي حكيتو في الحكاكه المتوسطه ماشي الغليظه وماشي الرقيقه باش ما يجيناش معجن كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. حوالي 2 حبات من الجزر. كنحرك الكل جيدا كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي نضيف هنايا 2 خميره ديال الحلوه، 2 خمارات من فئه 8 غرام اي في المجموع 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. عندي هنايا الدقيق، راه المقادير عندكم عبار، ما نقول لكمش الا ثم وقيله، لا العبار غادي هو هذاك. كنديروا 2 كؤوس من عبار كاس ديال العنبه من الدقيق، حوالي 200 غرام ديال الدقيق، ما بين 200 غرام حتى ل 220 غرام. نتوما غتعمروا الكيسان ديال الدقيق. كنضيف الكاس الاول مع داك 2 خمارات كنحرك، عاد كنضيف الكاس الثاني. عندي هنايا قشور البرتقال والحامض اللي معسلين وسبق ليا ودرجتهم معكم الا كانوا متوفرين عندكم، كيعطيو واحد اللذه خطيره كيف ما كتشاهدوا معايا. والاضافه نسيت ما ذكرت لكمش معلقه ديال الخل، راني دازت في المونتاج ومع الهضره وداكشي ما قلتهاش لكم. معلقه كبيره من الخل، ضروري نديروا هذه المعلقه كبيره ديال الخل في هذه الوصفه.
تنحرك الكل جيدا وما نحركوش يعني بالطراب اليدوي مزيان باش ما يهبط ليناش داك البيض اللي خدمنا من قبل. كنجيب هنايا المول ديالي سواء دائري او مربع اللي القطر ديالو ما بين ما كيتزاوجش على من 26 حتى ل 28 سنتيم كاع. انا هذا فيه 28 سنتيم يعني في الطول وفي العرض لانه مول مربع. نتوما ديروا هذا ولا الدائري ولا اللي متوفر عندكم ولا حتى ديروه في اللاطه اللي دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو اكيد بشويه ديال الدقيق. كيف ما يمكن لكم تفرشوا ليه بابي كويسون، اللي ما بغاش يدير الزبده والدقيق يفرش ليه ورق ديال الطهي. كنوزع هنايا الخليط ديالي مزيان والفران ديالي درتو يسخن مسبقا، كنديرو يسخن على 180 درجه. كندخل اللاطه ديالي الفران وكنقص المتوسط حتى لادنى درجه واحد شويه حتى كتذهب لينا يعني كتحمر لينا من الاسفل، وكنهبطوها كتذهب لينا بسرعه من الفوق يعني ما كتاخذش لينا واحد 2 دقائق من الفوق وتنخرجوها. راه ما كتاخذش لينا وقت بزاف، تقريبا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه راه كتكون طايبه واجده. كنحيدها من المول او من اللاطه ونخليوها حتى تبرد تماما. انا بكل امانه ما خليتهاش تبرد، تنكونوا كنصوروا هكا تنكونوا شويه متحمسين ومزروبين. نتوما خليوها حتى تبرد حيت كتكون هشيشه وفتيه وكتفتفت. انا راه الطبقه السفليه راه هذه الطبقه هذه راها تفرتت ليا واحد شويش. كيف ما كتشاهدوا معايا كنقسموها لنصفين بالنسبه للناس اللي بغاو يديروها بالكريمه. ما بغيتوش ديروها بالكريمه غير كتخرجوها من الفران وكتزينوها باش ما بغيتو. انا هذه هي الكريمه ديال الكاستر اللي سبق ليا وحضرتها معكم ودرتها في الثلاجه حتى قبطت راسها مزيان وبردات مزيان. كناخذ هنايا نفس العبار اللي عبرت به الكاس ديال الحليب. عندي كاس ونص من الكريمه السائله. انا كنخدم بكريمه هولالا. كيف ما يمكن لكم ديروا بودره الشونتيي، داك الشاسيه ديال الشونتيي بودره ممكن تخدموا به كذلك، غير يكون حتى هو داك البودره دايرينها في المجمد او في الثلاجه بساعه من قبل. كنخلط الكل جيدا وكنطرب، كنستعين بالطراب الكهربائي حتى كنطلع واحد الكريمه اللي كتكون عاقده شيئا ما كتكونش بحال الكريمه العاديه فريش، كتكون جامده عاقده لان فيها كريمه الكاستر. وضروري ناكد عليها تكون بارده مزيان باش كتطلع لينا الكريمه على هذا القوام هذا. من بعد ما كنطلعوا الكريمه كنديرها في واحد القمع او واحد جيب حلواني باش كتساعدني كيجيو الطبقات انقادين. ما كتجيش الكريمه كنخويوها وعاد نبقاو نقادوها بالسباتيلا هكا، كتجينا عمليه وسريعه في التحضير كذلك. كناخذ هذا الاطار هذا راه غير درتو ما فيه حتى شي فائده الصراحه. هذا الاطار المربع ممكن تشكلوها عادي، ما كنسقيوهاش على فكره، راه ما كتسقاش لانها فتيه. كندير طبقه ديال الكريمه والطبقه ديال الجينواز الثانيه راها تفتت ليا واحد شويه غير لبقتها، وكندير عاوتاني الكريمه. والتزيين راه معروف ديال طورطه الجزر. كندير هنايا شويه ديال اما الكاوكاو ايفيلي او اللوز ايفيلي او كريكعات، هي كتصيب بالكركاع. انا ما كانش عندي الكركاع فضلت نديرها باللوز. كيف ما درت في العجين درت في الاعلى ديال التزيين. عندي واحد شويش ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته في الفران وهروشت واحد شويه ما بين يديا، ما خليتوش هكاك صاين، وكنوزعوا من الفوق عليها كيف ما كتشاهدوا معايا. ممكن تخليوها طورطه هكا كامله وتقدموها بالصحه والراحه. ممكن ديروا كما درت انا قطعتها القطع مربعات كيف ما كتشاهدوا معايا. ملي كنقطعوها مربعات كتعطينا واحد الكميه وفيره. تقدميها لضياف الغفله لقهوه العشيه، يا سلام مذاقها خطير. كل من ذوقها غيحير في المذاق ديالها. كتجي فتيه ولذيذه وهشيشه. اللي معروف على الكيكه ديال الجزر كاين اللي كيقول لك كتجيني معجنه كتجيني مدقصه، راه كتحكوا الجزر في الحكاكه الرقيقه كيبقى يطلق داك الماء ديالو فيها وكتجي مدقصه. غتحكوا الجزر كيف ما شفتوا في الصوره قدامكم في الحكاكه المتوسطه، ماشي الغليظه وماشي الرقيقه كاع، ما يجيكمش معجن، تيكون خيوطه رقاقين بحال شي شعريه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا قطعتها المربعات وزينتها في الاخير بما تبقى ليا من الكريمه. وها هي الشكل ديالها كيجي رائع جدا وبسيطه وغير مكلفه، في متناول ان شاء الله متناول الجميع. حتى اللي ما عندوش اللوز وما عندوش الكركاع ممكن يحمر غير الكاوكاو ويضيفوا اي نوع د المكسرات. ممكن تستعملوا حتى التمر او الزبيب، تقطعوا طريفات تديروه مع العجين اللي خلطنا، كتجي رائعه جدا. فيها واحد الطراوه يعني شي حاجه خياليه، والمذاق غيبقى مرسخ في الذاكره. صدقيني سيداتي اللي مازال ما عمرها ما جربت الجينواز او الكيك او الطورطه ديال الجزر غير جربيها، كتجي خطيره جدا مع هذا المزيج ديال هذه الكريمه. كتجي خفيفه وخف من خفيفه وهش من هشيشه، والبنه
رائعه جدا. يعني واخا نعيا نشكر فيها حتى تجربوها وتردوا عليا اكيد الخبر في التعاليق. كتعطينا واحد الكميه تبارك الله 16 قطعه، الا درناها في المول ديال ما بين 26 حتى 28 سنتيم تعطينا 16 حبه تبارك الله ما شاء الله شباعيه. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الطورطه ديالنا ديال الجزر بطريقه وبمقادير مضبوطين مليون بالمية. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، والله يجازيكم بخير. ما تنساوناش من لايكات ديالكم، والى اللقاء فرصه مقبله ان شاء الله.